السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. لو حابين تاكلوا حلويات خفيفة سكرها هادي كريمية كده وبترطب، حلوة جدا للصيف ومن الحلويات اللي مهمة في رمضان أو اللي دايما تتقدم في رمضان. ليالي لبنان سهلة سهلة سهلة. لتر من اللبن وتلات ارباع كوباية من دقيق السمولينا أو دقيق السميد، الدقيق بتاع البسبوسة يعني، ومعلقة من السكر. انا هستبدل معلقه السكر بمعلقتين من اللبن المكثف المحلى، كنت عاملاه في البيت والحقيقه حابه استخدمه يعني. انما هي بتتعمل بمعلقه من السكر. يبقى لتر اللبن عليه معلقه سكر، عليه 3 4 فصوص حبهان او فصين حبهان، سوري قصدي مستكه. المستكه منكه، وكمان ميه الورد منكه تاني، بس انا ماليش في ميه الورد فحطيت فانيليا بدلها. وحطيت كمان معاها 3 ارباع كوبايه من دقيق السميد، وقلبتهم كده على البارد ورفعتهم بقى على النار لحد ما نعمل مهلبيه السميد دي او الكريمه. السميد دي هي دي ليالي لبنان. بنفضل نقلبها على النار لحد ما القوام يتقل كده وتبقى معانا يعني زي القوام الكريمه الشرقي. بعد كده هصبها في قالب بايركس. انا كمان مدياله دهنه خفيفه جدا، مسحه خفيفه جدا بالفرشه كده، من السمن، دهنه خفيفه خالص علشان بس تبقى اسهل معانا وهي بتطلع قطع كده من القارب بتاعنا. هفرد الكريمه بتاعتي او المهلبيه بتاعتي في القارب البايركس واسويها كده قدر الامكان واسيبها لحد ما تبرد تماما. على بال ما تبرد بقى حطيتها كمان في التلاجة تبرد او تسقع. حطيت كوباية من الكريم شانتيه وكوباية من اللبن المتلج، وعليهم 3 ارباع كوباية او نص كوباية من القشطة، اي نوع قشطة انتوا بتفضلوه. زي ما انتوا شايفين اهو انا عايرتها قدامكم، يعني هي علبة قشطة تقريبا، فبنحط 3 ارباع كوباية او نص كوباية من القشطة، تديها قوام كريمي وطعم خرافي خرافي بجد. لازم لازم تحطوا قشطة مع الكريمة او الكريم شانتيه علشان تديكوا القوام وتتقطع معاكوا قطعة بقطعتها كده. ما تبقاش الكريمة بتاعتها سايحة او مش متماسكة. هي عاملة زي الموس كده، زي كريمة وعليها مهلبية وعليها قشطة كده، حلوة قوي. اول ما بردت كده خلاص وخدت القوام المطلوب، شايفين تقل الكريمة بتاعها؟ هو تقل الكريمة بتاعها كده تقيل شوية. فبعد كده هنحط الكريمة ونوزعها عليها كويس قوي ونفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنفردها بشكل عشوائي، يعني مش هنعمل اي شكل معين يعني، ولا حتى هفردها بالسباتيولا، بس هوزعها كويس بالمعلقة في كل الاتجاهات. انا ما استخدمتش سباتولا. انا عاجبني كده شويه النقوشات الخفيفه اللي موجوده فيها دي، بتديني شكل حلو وبتساعد كمان انه العسل اللي هرشها بيه يثبت عليها ما بين التعرجات دي. هقسمها تقسيم تخيلي كده، مش تقسيم حقيقي لان انا لسه ما دخلتهاش التلاجة. هقسمها بس لمربعات علشان احط الجرنش بتاعي عليها، وبعد كده احطها في التلاجة ومش هقطعها او مش هطلعها من قالب البايركس غير لما تسقع شوية. سقيتها بقى بعسل نحل، تقدروا تسقوها بسيرب كنافة تقيل، لكن هي برضو الاساس بتاعها انها تتسقي بعسل النحل. بعد كده هحط في كل مربع رشة من المكسرات، هي عادة ما بتتقدم بالفستق. حطوا اي مكسرات يعني مش هتفرق، بس هو الفستق عشان شكله لونه اخضر كده مع اللون الابيض فبيدي شكل حلو قوي. سكرها هادي جدا. رشة عسل النحل دي ما اقولكوش بتعمل ميكس حلو قوي في الطعم. كمان بتخلي المكسرات تثبت عليها. في كمان بعض الاماكن بتقدم معاها موز، فعشان كده انا هتلاقوني اول الفيديو مقدماها معاكم بموز. حطيتها في التلاجة لحد ما بردت تماما. هعيد بقى على التقطيع بتاعي لانه ما كانش تقطيع حقيقي زي ما قلت لكم، كان تقطيع تخيلي بس علشان نحط الجرنش بتاعنا. وبعد كده هنقدمها في الاطباق بتاعتنا وناكل احلى طعم ممكن تتخيلوه. طعمها كريمي جدا. التحلية بتاعتها هادية قوي، حلوة جدا يعني بجد. ان شاء الله هتعجبكم قوي لما تجربوها، يعني لما تعملوها مرة مش هتبطلوا تعملوها تاني. شايفين طبقة الكريمة قد طبقة السميد بالظبط. آه،
اعملوها كده هتطلع معاكم بيرفكت جدا. قدموها كمان مع الموز، يعني هتديكوا طعم تاني او طعم تالت. آم، دي كانت ليالي لبنان بالطريقة الأصلية ليها أو بالطريقة الصح ليها. اعملوها، هي سهلة قوي وحلوة قوي، يعني سهلة وحلوة، حاجة كده ما تتوصفش. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. لو أول مرة بتشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا إشعار مني بكل فيديو جديد هنزله. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله بوصفات أحلى وأحلى. بس ليالي لبنان حقيقي يعني لازم تجربوها. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.